كلنا عارفين الاحداث، كلنا عارفين اللي حصل، كلنا عارفين مساله الخناقه اللي حصلت في ملعب المباراه ما بين لاعيبه نادي الزمالك، بعض لاعيبه نادي الزمالك ومدير الكوره مع احد افراد الامن او مديرين الامن في الاستاد، وبالتالي حصلت ازمه كبيره وتم حبس الناس والازمه الكبيره اللي كلنا مرينا بيها وعارفينها. وبالتالي صدر قرار في النهايه من رئيس دوله ابو ظبي شخصيا بالعفو عن الناس دي بعد ما صدر حكم ضدهم بالحبس، فبالتالي تم العفو عنهم، ودي حاجه جميله من رئيس دوله ابو ظبي المحترم. لكن في النهايه اصبحت في ازمه، فمجلس ابو ظبي من بعد الموقف ده مش عايز يستضيف البطوله طالما في مشاكل وازمات. هم الناس عايزين ينظموا حاجه بدون مشاكل وازمات، عايز ينظم حاجه يعرف يسوقها كويس. التسويق الجيد ده شيء مهم جدا، لان كره القدم تسويق، النهارده تسويق. ده بالظبط اللي حصل من مجلس ابو ظبي. عشان كده